المهم الاخوان في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا الكارثه عاوتاني العظمى، الكارثه العظمى الاخوان في القطاع السيارات في الجزائر. هذا فضحهم في المباشر في وسط البرلمان ديالهم، فضحهم فضحها لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الاخوان تفرجوا هذا ونشوف. درتوا انتم سميتوا الاعفاءات الجمركيه من بعض السيارات الكهربائيه. حنا عندنا كهرباء في الجزائر باش نقدروا نمشوا السيارات الكهربائيه، هاي ما كانش منها. حنا على بالكم بالطبيعه نتاعنا الطريق ما كانش، انتم تعرفوها باللي الطريق ما كانش. على الاقل عطونا باش حنايا نستفيدوا ونجيبوا سيارات من الخارج. نسرق ولا واش ندير، نجيب سياره من الخارج على الاقل نستفيد من الجمركه تاعها. انا الجمركه تويوتا تقول لي جمركه 150%، سياره كهربائيه زيرو. المهم الاخوان الكارثه. فكما تشوفوا الاخوان القطاع الجزائري السيارات اللي هو ماشي قطاع اللي يعني الاغنياء تيقدروا يستوردوا السيارات، حيت هما عادي، حيت هما فلوس شافرين وما شافروا معدن داكشي ارقام هما، فهمتيني. ولكن المواطن العادي قال لك ورا السياره الكهربائيه راه خدامه، فهمتيني. السياره الكهربائيه عليك بالسياره الكهربائيه، كيديروا يمشيو في الجزائر. الله اعلم ما كايناش ما حتى في الجزائر ديال السيارات الكهربائيه. كادلل الاخ كيقولوا لي كي غادي ديروا دابا نتوما باش تبغيو قلدوا على الاقل واحد اللوجيك. دابا تقدر تقلد مثلا الطاجين المغربي مثلا، علاش؟ حيت حتى الا طلع ماشي هو هذاك راه غادي تشوه غير انت، يعني تشوه في دارك. ماشي انت تبقى تقلد لي تقول لي راه غادي دير السيارات الكهربائيه وغادي تبقى تحماق عليا وتخرج في الهضره. راه المغرب اللي تيقدر السيارات الكهربائيه الله يهديك. علاش؟ حيت كاينين المواد الاوليه في المغرب، في الجزائر ما عندهمش المواد الاوليه. فخصكم تفهموا هادشي راه اللوجيك الاخوان. والله يهديكم كيفاش دابا انت تقول المواطن سير جيب سياره كهربائيه، لا حول ولا قوه الا بالله. راه شي بعض المرات راه شوف هاد الجزائر هادو تيكونوا كاع مالي بهم، هادوك الكنوكه ديالهم تيكونوا كاع ماليهم بهم. دابا الرئيس الجزائر كان هاني البارح زبلها عاوتاني في داك الخطاب مع القناه الروسيه، فاش قال لهم على المغرب الجزائر المغرب ما بقى يدخل في الهضره. زبل عاوتاني ابو احمد عطاف. راه غادا شوف دابا تالي احمد عطاف باغي يبرر شي حاجه ديال مثلا ما صوتوش الجزائر هكا القضيه الفلسطينيه. نقول ما صوتناش حيت ما عجباتناش وصافي. يعني ما تقولش انت انا مع القضيه الفلسطينيه وبعدين تدخل في القضيه الفلسطينيه طول العرض. فهادشي هذا تناقض، وهادشي تيدير لكم غير الشوهه صاحبي. تعلموا من الاخطاء. انتم اكثر الشعب خدم المغرب صراحه الله يكثر بحالكم. في التاريخ ديال المغرب ما عمر شي دوله خدماتو قدكم. خدمتكم ناضيه، ما تديروش ما تتزبطوش. الله يكثر منكم، فهمتيني. الله يكثر منكم، الله يجعل الصبرين نتاعهم بحالكم. صمم بكم ونفهم لا يفقهون. فاصلا سبتهم لي غادي ترجع. اصلا اسبانيا عندها مشاكل دابا ما قد تبرزها. هذا هو الاشكال الاخوان. دابا السياسه العالميه دابا كامله، خصوصا الفرنسيه الاسبانيه الايطاليه الجزائريه، عندهم مشاكل بزاف، مشاكل ما مسالينش لبعضياتهم. وكانوا فرنسا دابا مثلا الجزائر كانت تتولى فرنسا، دابا فرنسا ما مساليش الراسه. المهم كاين واحد الضغط سياسي بزاف، وكاع والناس اللي عارفين الدول عارفه غادي يستغلوا داكشي في المصالح ديالهم. المغرب ان شاء الله حتى غادي يرجع سبتهم ليليا هادشي راه 100%. سهله ما فيهاش لا شي. اسبانيا في موقف ضعف، وخصوصا في السياسه ديال ترامب ما تيحملش الصبريون. فجاي ان شاء الله وغادي نفرحوا عاوتاني فرحتين ان شاء الله. الحاجه الثانيه بركابي خصكم ديروا السيارات الكهربائيه بعدا تنتجوهم غادي تستوردوهم. وإلا خسرات لك كدير تصوبه صوني لا تصل ما يجاوبكش، يقول لك راه جات مكالمه من مصدر مجهول، كيدير يجاوبك. ثم راه كاملين بحال الذباب الالكتروني، ما عندكمش الاي بي، ما يمكنش. الجزائر فيها بزاف ديال هذا ما هياش. ما خداماش اصاحبي، ما هي باللوجيك. ما عندكمش اللوجيك اصاحبي. حول ولا قوه الا بالله. شي شويه الاخوان دوزوا لهم شويه اللوجيك، الله يسهل عليكم. لكن الناس كاين في الصحراء مره نلوحوا لهم شي كارت ميموار عمر شويه باللوجيك ولا هكا، فهمتيني. ولا ندعيو لهم الله يجيب لهم اللوجيك في السماء، طيح الشاب اللوجيك وصافي، وياكلوا اللوجيك وصافي وغادا بحال. الاخوان الله يهديكم. انتم تبقاو تستحملوا الشعب.
استعمار الشعب ما مزيانش، غادي يودي للهاويه. ايوا نشوفكم في فيديو جديد الاخوان، ما تنساوش تخليو تعليق لتحت وما تنساوش تشاركوا في القناه.